السلام عليكم ورحمة الله. يلا بقى نحضر مع بعض صينية السردين. هنعملها بطريقتنا وبطريقة امهاتنا، حلوة وسهلة جدا واقتصادية وموفرة كمان وعلى قد الايد. هنعملها النهاردة بأسهل طريقة وتنفع جدا للغدا، سهلة وجميلة ومش مكلفة جدا خالص. نعملها النهاردة بزيت والليمون. هوريكم عملناها ازاي من غير ما ندخل فرن ولا نشوي ولا نقلي كمان. هنعملها النهاردة بأسهل طريقة، بس كملوا معايا الفيديو هوريكم عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول وتنزلوا اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. عايزة بقى لايك حلو وكومنت احلى عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه في فيديوهاتي. يلا اقول لكم احنا عملناها ازاي مع بعض. هنا انا جبت معايا كيلو الا ربع من السردين البلدي. السردين البلدي عبارة عن ان السمك ما بيبقاش كبير قوي ولا صغير قوي، انا بحب اجيب وسط ولا بحب الصغير ولا الكبير. هو مش شرط عشان سمك سردين لازم نخليله بس نعمله في سيخ، لا النهارده هعمله لكم في الطاسه بطريقه سهله جدا وبسيطه مش مكلفه خالص. هنعمله في 10 دقايق، هيبقى غدا سريع جدا هنعمله في اي وقت. هوريكم ازاي عملناه. هستخدم النهارده معاه شرايح ليمون وفلفل الوان واخضر وحامي كمان. هنا انا جبت معايا 3 معالق من الثوم الاخضر، بس ده كل اللي هنستخدمه النهارده. اول حاجه جبت الكبه، نزلت في 3 معالق من الثوم، نزلت فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، ونزلت فلفل حامي كمان. هجيب معايا كمان ليمونتين هبدأ اعصرهم كده، وهجيب معايا 3 معالق من الخل كمان. هضرب ده كله في الكبة. كده خلاص بعد ما ضربت كله في الكبة. انا مش عايزاه ناعم معايا قوي ولا خشن كمان، عايزاه وسط عشان ده اللي هنحشي بيه السمك وهنطعم بيه السمك كله. بس هي دي التتبيلة. هوريكم ازاي برضو هنبهرها ونحط فيها بهارات ايه كمان. هنا بقى البهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وكمون وكزبرة ناشفة ونص معلقة من الشطة. كل حاجة هنا هنستخدمها معلقة، ما عدا الشطة هستخدمها نص معلقة عشان الشطة اختياري مش اجباري. وهنبدأ بقى نقلب ده كله مع بعضه. نقلب بقى كله. دي الخلطة اللي هنستخدمها للسمك او اي سمك. نحاول نحفظها ونحطها في التلاجة على طول في برطمان، نحتاجها على طول لأي سمك. جبت طاسة هنا ونزلت ب3 معالق من الزيت. النهاردة زي ما قلت لكم نسوي كل السمك على الطاسة من على البوتاجاز. هبدأ بقى كده احشي السمك كله. انا بحب احشي قلب السمك كله، في ناس بتحب السمك الصغير بتحط من فوق بس الحشوة. بعد ما حشيت كل السمك هننزل بالفلفل والليمون كمان. انا بحب بصراحة اعملها كده. في ناس بتحب كمان تحط عليها بصل وبطاطس، بس كده بتبقى مختلفة عن بصل وبطاطس. دي بتبقى طعم ودي طعم تاني خالص. قطعت كمان عليها فلفل حامي. هنزلت بقى هنا بقى الخلطة اللي انا استخدمتها في قلب السمك من جوه. حطيت كده بقى الخلطة كلها مع السمك كمان عشان تشرب من السمك وتديني طعم وريحة احلى كمان. بس كده دي شكلها كمان قبل ما نسويها. هروح ارفعها على النار. بص كده اول ما حطيتها على النار هسيبها بقى اول ما تبدأ تغلي معايا. بص بدأت تغلي معايا، مش هتاخد معايا 10 دقايق ولا تاخد معايا اي وقت خالص، في حدود 10 دقايق بس وهننزلها على طول. اول ما تبدأ تغلي معايا هنغطيها على طول ونسيبها 10 دقايق على النار عشان السمك ده ما بياخدش اي وقت خالص في السوا. كده بعد ما غطيتها اسيبها 10 دقايق وارجع لكم تاني. بصوا كده بعد ما رجعنا واستوت معايا، اتشربت كل الصوص بتاعها كل الثوم والليمون. طعمها حلو جدا عشان هي غرقانة في الثوم والليمون.
حطيناها شوية تحت الشواية عشان تاخد لون معايا بسيط، عشان تطلع لكم بالشكل الحلو ده. جربوها تحبوها. عملنا النهاردة احلى صينية سردين بلدي، مش مكلفة خالص زي ما قلت لكم، على قد الايد، اي حد ممكن يقدر يعملها. بس جربوها بالطريقة دي هتحبوها. قدمت معاها رز ابيض، اللي حابب رز صيادية برضو ماشي، بس هنا انا عندي رز ابيض. هوريكم قلب السمك كمان ازاي مستوي من جوه. بصوا كده، فتحنا السمك مستوي حلو جدا ومش مهري معايا كمان، عشان احنا ده ما بياخدش اي وقت خالص. فاحنا السوا بياخد في حدود 10 دقايق، مش بنسويه اكتر ولا بندخل الفرن. ده كده شكله ولحمه كمان. شكله حلو كمان، طعمه احلى بكتير. جربوها تحبوها للناس اللي بتحب الحاجات اللي هي بالثوم والليمون كتير، او بتحب السنجاري يجرب بالطريقه ديت. الطريقه دي هتعجبه قوي. وكده شكل السمك كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى، واستنى رايكم، تقولوا رايكم في الكومنتات. تقولوا لي النهارده ايه رايكم في صينيه السردين اللي احنا عملناها. انتوا بتعملوها ولا بطريقه تانية زي ما وريتها لكم في الاول؟ وريتكم كمان من جوه شكلها عامل ازاي. وده باقي، ممكن الوجبه دي تتكفي 2. حلو جدا مع الرز، وممكن كمان نقدمها مع سلطة وطحينة، هتعجبكم جدا. جربوها هتحبوها، وان شاء الله هقدم لكم وصفات تانية جديدة. وبس كده، ده الفيديو بتاعنا النهاردة. عايزة بقى قولوا لي حابين اعمل لكم ايه تاني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باشتراك حلو عشان قناتي تكبر بيكم. وبس كده، النهاردة قدمنا معاكم احلى سمك سردين بلدي. جربوها تحبوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديو جديد.